البارح تنتشر واحد الخبر بحال النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، والخبر هو تنفيذ هجوم بالسلاح الأبيض في الوسط ديال تل أبيب. الهجوم نتج عليه إصابة 4 الأشخاص. الشخص اللي نفذ العملية تم الإنهاء ديال الحياة ديالو من قبل واحد المجندة إسرائيلية. هادشي كله يمكن يجينا عادي، لأنه يلاه قبل سيمانة وقع واحد الهجوم بحال هكا وفي نفس المدينة. لكن الصادم واللي ماشي عادي هاد المرة هو أن منفذ العملية شاب مغربي. الاسم ديالو هو قاضي عبد العزيز، المواليد 95. الشاب عنده الإقامة ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وكيقولوا أنه مشى تما عن طريق القرعة الأمريكية. الصحافة قالوا بلا دخل تل أبيب قبل من تنفيذ العملية بشي 3 أيام، وكيقولوا أنه يقدر يكون شي شريك معاه، والله أعلم. كاميرات المراقبة شداتو راكب مع شي شخص على دراجة نارية، وكيقولوا أن ديك الشخص وصلوا تما ومشى، لكن مازال ما كاينش معلومات على هوية الشخص الثاني، واش كان عارف النوايا ديال المنفذ ولا لا. المهم أن العملية كانت في واحد الشارع اللي معروف بالمحلات التجارية والمطاعم، يعني كيكون ديما عامر. الشاب مشى تما واختار عشوائيا شي وحدين وهاجمهم بالسلاح الأبيض، لكن بالصدفة كانت تما واحد الجندية مسلحة، لكن كانت خارج ساعات العمل، وهي اللي أنهت الحياة ديالو. وطبعا المصابين نقلتهم الإسعاف على وجه السرعة لتلقي الإسعافات الضرورية. طبعا من بعد هاد الأحداث غتكونوا متخيلين أن الشرطة ما غتسكتش، ودارت عمليات تمشيطية واسعة في داك المنطقة. ومن بعد دقائق قلال حركة حماس ديك الساعة نزلت بيان وباركت فيه العملية ونعت الشاب المغربي ووصفته بالبطل، حيت من نهار بدات الحرب والمغرب نساند الفلسطينيين وكل شيء كيشهد بهذا الشيء، لدرجه ان المظاهرات والاحتجاجات ما وقفوش في جميع ربوع المملكه. وحتى ملكنا الله ينصرو ما قصرش وكان كيصيفط مساعدات. لكن فاش تعلن وقف اطلاق النار في غزه تصدمنا حنا كمغاربه ملي انتشر واحد الفيديو كيبين شي غزاويين كيفرحوا ومعلقين من موراهم خريطة ديال الدول العربية. لكن حنا اللي فاجئنا كمغاربة هو أن خريطة بلادنا الحبيبة كانت مقسمة. وتما تفكرت المثل ديالنا اللي كيقول تازة قبل غزة. كيفاش أنا كشعب فرحان معاك وواقف معاك بكل الوسائل والطرق وانت كتقصبني في بلادي؟ واش هاد المجموعة الشباب ما عارفينش ولا كانت مقصودة؟ الله أعلم. أنا كفلسطيني درست التاريخ في غزة، الصحراء مغربية. لما الأستاذ كان يدرسني كان يقول لي هناك صحراء مغربية، هي الصحراء المغربية. في التاريخ وفي الجغرافيا الصحراء مغربية. ليش أنتم بدكم لفتني يعني؟ خلص معروف إنه الصحراء مغربية. انا عارفه بالله هذا ماشي غير الراي ديال هذا الشاب هذا، وكاين الاف وغيكون بزاف الفلسطينيين حتى هما عندهم نفس الراي، ولكن كيف ما كيقولوا راه حوته وحده كتخن الشواري. المهم ان الفيديو ديال اليوم راه سالا، وكنتمنى انكم ديروا جيم وبارطاج. السلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.